لو معاك دولار الحق انزل بيعه. الدولار في مصر عمال ينزل قصاد الجنيه، بعد ما كنا وصلنا ل50 وعديناها احنا نزلنا وقلنا مش هيكسر ال48. دلوقتي واحنا بنتكلم هو كاسر ال48 وبنتكلم في 47 و70 قرش، ولسه الدولار عمال ينزل. وبحسبة بسيطة كده لما تجمع ما بين الاخبار تعرف ان الدولار في البنك عمال ينزل، الذهب في البورصة العالمية عمال يزيد وبيزيد جامد جدا. في اخبار ان في اغلاق حكومي في امريكا وهم مش عارفين هيتصرفوا ازاي، ده غير الكوارث والدربكة اللي بتحصل في كل حتة في العالم. فده كله بيضعف من شأن الدولار، وخاصة الاغلاق الحكومي. الدولار في مهب الريح حرفيا، مع توقع جيروم باويل في الاجتماع اللي فات قال ان هم بنسبة كبيرة هينزلوا فايدة تاني. كل ده بيعملوه عشان يشغلوا حركة الاقتصاد. بس اكبر مشكلة فعلا هي اعادة تقييم الدولار قدام الذهب، لان ده لو فعلا حصل زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات فالدولار في مصر اكيد هينزل، وال47 دي هتبقى عالية جدا. احنا ممكن نسمع 30، وفي بعض الخبراء متوقعين ان هو ممكن يكسرها كمان وننزل لل20 جنيه ونرجع لايام الزمن الجميل، ايام ما كان الجنيه جنيه. عشان كده حبيت اعمل لكم الفيديو ده واقول لكم نصيحة مهمة جدا: اجري من الدولار اليومين دول، ما تخزنش دولار وما تخليش عندك دولار، اشتري ذهب احسن لك. الذهب بيغلى وهيفضل يغلى، وحتى الدولار لو نزل عندنا في مصر البورصة العالمية هتعوض النزول ده بزيادة كبيرة جدا. وزي ما خبراء كتير متوقعين هنسمع سعر الأونصة 6000 و8000 وحتى ال10000. فده لو حصل وانت معاك دولار انت خسران، انما لو معاك ذهب انت اكيد كسبان. وزي ما بنقول دايما وهنفضل نقول، الذهب هو زينة وخزينة. وبس كده، كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.